أنا منى وعندي 45 سنة. حياتي كانت قاسية قوي وحصلت لي ضربات كتير في حياتي خلتني أدخل في قصص بجد ما كانش عندي أي نية ليها. والنهاردة هحكي لكم قصتي، لعل وعسى حد يتعلم منها أو حد يقول لي أعمل إيه في اللي أنا فيه ده بعد ما أخلص من الورطة الكبيرة اللي حطيت نفسي فيها. اتجوزت وأنا صغيرة، راجل كان على قد حاله بس كانت أموره المادية ماشية. وبعد الجواز زي كل البنات ما بتبقى فرحانة في الأول باللبس والجواز والدبلة اللي بتتلبس في ايدك الشمال وسعيدة، لقيت نفسي تعبانة زهقانة، الحياة مملة وشقة، والجواز طلع مسؤولية غير الحياة خالص اللي أنا كنت بتوقعها. كنت مفكرة الجواز ده عبارة عن دلع وهزار وضحك ولبس ومتعة وبس، مش أكتر من كده. بس اتفاجئت بحاجات كتير ما كنتش عاملة حسابي عليها، وهي المسؤولية والطلبات الراجل وشغل البيت وطلبات البيت وكل ده. ما خلفتش على طول، قعدت مش فاكرة سنتين ولا 3، مش فاكرة بالظبط. بس وقت ما كان عندي 45 سنة كان معايا بنت زي القمر عندها 17 سنة. لما خلفت كل حاجة اتغيرت أكتر من الأول، طول النهار عياط وزن ووجع دماغ، وجوزي يخش البيت مش مستحمل صوت البنت وهي بتعيط. وابتديت حتى الحاجة اللي هي بتفرغ يعني عن الناس الغلابة، والعلاقة اللي بتحصل بين أي واحد ومراته اللي بيفصلوا فيها عن الهموم الدنيا، تبقى قليلة قليلة قوي قوي قوي. طب دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الست تحس يعني ان هي فرحانة وسط المشاكل والمشاغل والمسؤوليات. بس جوزي اصبح مقصر معايا جدا، وللأسف انا كنت ست ضعيفة، والموضوع ده كان مؤثر فيا جدا، وده خلاني فريسة سهلة قدام جارنا اللي كان في الرايحة والجاية يعاكس فيا ودايما يكلمني ان جوزي مش مقدر النعمة اللي هو فيها، لان انا بجد كنت جميلة وجمال لا يوصف، حلوة قوي بس فقيرة، والفقر عادمني. وساعتها الشيطان غواني وخلاني اتجاوب معاه اكتر من مرة، وكل مرة طبعا كنت ببقى مظبطة اموري وعاملة حسابي وعارفة مواعيد جوزي وكل حاجة. لكن طبعا مرة من المرات دي معرفش ازاي جوزي جه وطب علينا حاجة ما كانتش على البال ولا على الخاطر، ما كنتش مرتبة لها خالص خالص خالص، ولا كان في دماغي الكلام ده. بعد فترة طويلة من الجواز كنت كبرت خلاص وبنتي كبرت في ايديا، بس لما حصل كده بقى وجوزي طب علينا ما لقيتش اي حاجة اعملها غير ان انا اخد بنتي وهرب. اتحطيت في مأزق كبير جدا، هعمل ايه وهروح فين؟ جوزي مش هيسيبني، حتى الراجل اللي اتقفش معايا خد ديله في سنانه وطلع يجري. واول ما شفت جوزي وهو عينيه بتطق شرار رحت زقاه واتخبط في دماغه ووقع على الارض. انا عارفه ان هو ما ماتش، بس انا كنت بقى هعمل ايه؟ خدت بنتي وخدت هدمتين من هدومي وطلعنا نجري، وكانت اخر فلوس معايا في البنك. سافرت على بلد محدش يعرفني فيها، كل ده علشان اهرب من الموقف اللي انا اتحطيت فيه، ورميت كل حاجة ورا ظهري. خفت اروح لاهلي اللي اكيد مش هيسكتوا. عندي 4 اخوات رجالة وكلهم سمعتهم زي البرلنت، ناس غلابة وما حالتهمش غير سمعتهم. علشان كده خفت جدا منهم، وقلت مفيش مفر من ان انا ابعد عن كل الناس. وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا، ان انا لما ارمي نفسي في الشارع، ولا اكل ولا شرب ولا لبس ولا بيت ولا 4 حيطان يداروني، طب هنروح فين في بلد غريبة ما نعرفش فيها اي حد في الدنيا؟ دي كانت بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا. بس اعمل ايه؟ مش هقدر اعمل غير كده. وهربت زي ما بيقولوا من الدار للنار. وساعتها عرفت قيمة البيت والأربع حيطان وراجل يصرف عليكي حتى لو كان ايه. حسيت بقيمة الحاجة اللي انا ضيعتها من ايدي. بس خلاص ما كنتش هقدر اعمل اي حاجة غير ان انا اجرب حظي واعمل اي شيء علشان اكسب منه قرشين علشان البنت اللي معايا دي. في الاول كنت خايفة على البنت قوي، كان كل همي ان انا استر عليها وارحمها من الرمية اللي في الشوارع. اخر فلوس كانت معايا عرفت ان انا اأجر بيها اوضة، بس يعني اوضة مش قد كده، اوضة مفروشة كده ما تعرفش هي سكن طالبات ولا ايه بالظبط.
ظروفها دي يا دوبك سرير ومفيش حتى دولاب. الدولاب كده متدغدغ ومتكسر ان انت تحط هدومك، وبوتاجاز من الصغير ده وحلتين. المهم قعدت في الأوضة ديت، بس من أول يوم دخلت الأوضة وأنا عمالة أفكر لما دماغي ورمت هعمل ايه، هصرف منين الفلوس اللي معايا دي؟ يا دوبك هو شهر إيجار الأوضة ومش أكتر، مش هتكفي أكل ولا شرب، يعني يا دوبك أدفع بس الفلوس للست دي. هتصرف ازاي وهروح واجي منين؟ ما لقيتش قدامي غير حاجة واحدة بس، هي حاجة ما هياش سهلة على الست، بس أنا عملتها، فكان سهل عليا قوي إن أنا أكررها تاني، بس المرة دي بمقابل، وهي إن أنا أبيع نفسي وأبيع جسمي علشان خاطر أعرف أصرف على بنتي اللي مليش أي مصدر دخل غير اللي أنا هعمله ده. قعدت أدور يمين وشمال وأنزل كل يوم وأرجع البيت وأنا رجليا مش قادرة تشيلني علشان أشوف حتة أقدر فعلا إن أنا أعمل فيها ده، لحد ما لقيت بقى كازونهات وحتت من دي أقدر فعلا إن أنا أدخل فيها وأعرف أوقع حد أقضي معاه زي ما أقضي ويحصل زي ما يحصل. المهم إن أنا أرجع بيتي ومعايا فلوس، كان ممكن أشحت في الشوارع، كان ممكن أقعد أنا وبنتي ونسأل الله، صح، بس أنا ما جاش في بالي ولا جه على بالي غير كده، وكل تفكيري إن أنا بعت نفسي مرة ما فيهاش حاجة بقى لما أجرب إيه مع أي حد قصاد الفلوس. وفعلا دخلت المكان ده، بس رغم كل اللي أنا قلتلكم عليه ده إن أنا ما كنتش عارفة أجاري الجو، ما كنتش عارفة أضحك وأهزر زي البنات اللي هناك اللي مش شاغلين بالهم. كنت متأثرة برضو يعني شوية المواقف اللي فيا، ما كنتش عارفة أتساهل كده وأبقى نخشة وبهزر وبضحك، لأ، الموضوع كان صعب عليا. لفت نظر الموضوع ده لواحد كان على طول بيجي، بس أنا كنت أول مرة أشوفه أو تاني مرة تقريبا، ولقيته ساعتها جه وقعد جنبي وفتح كلام معايا وقال لي: أنا ملاحظ جدا إن انتي مختلفة شوية عن الناس اللي هنا، ورغم إن انتي كبيرة في السن بس أنا أول مرة أشوفك. فرديت عليه وقلت له: إيه؟ ليه، هو أنت عارف كل الناس اللي بتشتغل كده هنا؟ قال لي: يعني تقريبا، باعتبار إن أنا على طول بقابل ستات وبحاول إن أنا يعني أفصل من حياة الشغل بتاعتي وأجي هنا أدلع نفسي شوية، وفي أماكن تانية برضو بروحها، فالوش ده غريب عليا، أول مرة أشوفك وهيئتك كده، حاسس إن انتي مش من هنا أو ملكيش في الجو ده، رغم إن أنا كنت بحاول إن أنا أبين إن أنا مش كده، بس غصب عني كان باين عليا جدا إن أنا مختلفة. فساعتها لقيته بيقولي: انتي ايه قصتك بالظبط؟ حكيت له قصتي من وانا لسه عيلة صغيرة، كنت متأثرة جدا زي ما قلتلكم، وهناك بنشرب حاجات وبنبقى عاملين دماغ، وهو سمعني بطريقة غريبة، سمع قصتي من أولها لآخرها، ولقيته مركز معايا قوي، يعني حتى التفاصيل اللي كانت بتقع مني كان هو بيقولي ايه حصل هنا، وعملت كده ليه، وخليتي كده ليه، مهتم جدا ومركز معايا زي ما بقولكم كده، زي الأفلام. ولقيته بيقولي: بصي بقى، أنا هعرض عليكي عرض هيريحك، انت صعبت عليا. فكرت ان هو بيضحك عليا في الأول، قلت له: صعبت عليك ازاي يعني؟ قال لي: يعني صعبت عليا، انا يا ستي هعملك سكن كويس تسكني فيه، وهصرف عليكي الفلوس اللي تكفيكي انت وبنتك، بس ما تجيش هنا تاني، وانا هجيلك في المكان اللي هجيبهولك ده. قلت له: انت اكيد بتهزر، يعني مش معقول، يعني عايز تتجوزني؟ انا اصلا ما اتطلقتش، انا هربت من غير ما اتطلق ولا اي حاجة، انا هربت كده وخلاص. راح قايل لي: انا ما قلتلكيش ان انا عايزة اتجوزك، انا بقولك ان انا هريحك من الشغل ده كله، وايه، انا ذات نفسي هجيلك على طول، حتى لو مش هاجيلك فانا ملتزم ان انا اصرف عليكي، بس لما اجيلك بقى تبقي تفتحيلي بيتك. طبعا ساعتها انا زي الغرقانة، يعني كنت بتعلق بالقشاية. كلامه فرحني، بدل ما هقعد هنا مع كل واحد شوية وكل شوية راجل غير التاني، وكل واحد بقى بدماغه بطلباته، لا، ده انا هبقى في مكان لوحدي. ساعتها حسيت براحة نوعا ما، وطبعا قلت لازم استغل النقطة دي واستغل الراجل ده على قد ما اقدر،
ما انا ما عنديش مجال تاني لأي حاجة غير كده وبس. وفعلا خد رقم تليفوني وبدأ يتواصل معايا، ومن تاني يوم كلمني وقال لي اوعي تروحي الشغل، واتقابلت ان انا وهو ورحنا وشوفنا الشقة. بس انا كنت مخلية بنتي بعيد عن كل ده، ما خليتهاش تدخل معايا في اي تفاصيل، ولا كانت تعرف انا بشتغل ايه ولا بعمل ايه. بعد ما جبت الشقة معاه وخلاص ظبطنا كل حاجة، وجاب لي لبس وجاب لي بنتي لبس واداني فلوس، وبجد غرقني فلوس، معرفش بيجيب الفلوس دي كلها منين. كل اللي انا اعرفه ان هو راجل اعمال وبيكسب كتير جدا جدا جدا، وطبعا معرفش بيشتغل ايه بالظبط. المهم بعد ما اخدت مفتاح الشقة منه ورحت لبنتي وانا طايرة من الفرحة، قلت لها اخيرا ربنا كرمني وقدرت ان انا أأمن لك مكان تاني. طب ازاي يا ماما؟ منين يا ماما؟ عملت ايه يا ماما؟ قلت لها يا بنتي ما تسأليش، المهم ان انتي هتعيشي احسن من الاول. خدت بنتي ورحت على طول على الشقة الجديدة وانا طايرة من الفرحة. كلمت الراجل اللي هو بيجيب لي كل الحاجات دي واتفقت معاه، وقلت له ان انا شرطي الوحيد ان هو قبل ما يجي بس لازم يعرفني علشان أأمن ظروفي. وهو كان فاهم ده وعارف ان انا عندي بنت، فكان فعلا مهتم ان هو يتصل عليا. كل مرة كان بيجيلي فيها كنت بحاول ازحلق بنتي بأي طريقة، ابعتها تشتري لنا حاجات بعد ما طبعا كنا خلاص عارفين بقى الاماكن اللي احنا بنروحها. ابعتها السوبر ماركت، وكان معايا الفلوس والاماكن اللي خلاها تشتري لنا الحاجات اللي انا عايزاها. المهم اعمل اي حاجة واخليها مش موجودة في البيت. بس اصلا المقابلات دي ما طولتش، لان تقريبا بعد تالت مقابلة اتصل عليا زي ما هو متعود. لكن انا تليفوني ساعتها كان فاصل شحن، وما كنتش حاطة في دماغي الوقت ده ان هو هيجي فيه. انا كنت ببقى مكبرة دماغي ومنين ما يكلمني يجي كان يجي. لقيت بعد كده الباب بيخبط، ولما رحت فتحت اتفاجئت ان هو جه. ساعتها لقيته عايز يدخل، فبعد ما دخل بقوله انت متصلتش ليه ولا عرفتني ليه؟ وطبعا غمستله علشان يفهم ان انا بنتي موجودة. لقيته بيقولي ده انا جاي علشان الشغل ومش عارف ايه، وبيتكلم معايا واتصلت عليكي وتليفونك مقفول علشان كده قلت اجيلك. بس ساعتها شاف بنتي اللي ما كانتش تقل عني في الجمال، بالعكس اجمل مني واصفى مني واحلى مني، وبنت زي فلقة القمر. علشان كده مدرياها علشان انا عارفة ايه اللي ممكن يحصل. وشافها واللي حسبته لقيته. بعد ما شاف بنتي كان هيتجنن عليها. وطبعا بالنسبة له أنا أم سهلة، جابني بقرشين وبشقة بيجي يقعد فيها شوية ويمشي، وكان طبعا مرتب إن هو حياته ممكن تبقى أقرب من كده فيما بعد، بعد ما بنتي تتعود أو حاجة. أول ما شافني أول ما شافها طبعا لقيته جاي بيقولي أنا عايز أعمل علاقة مع بنتك، اتصرفي. قلت له لا انت اتجننت، انا قدامك اهو اعمل فيا اللي انت عايزه، انما بنتي لسه بنت بنوت، انا ما عنديش استعداد ان انا ابوظ حياتها، كفايه حياتي انا باظت. قال لي وانت كده حياتك يعني مش مبوظه لها حياتها؟ انت عارفه ان انت امها وانت شغاله ايه؟ قلت له برضو يا عالم ايه اللي هيحصل بعدين، يمكن ربنا يجعل لها هي بختها عني. قال لي لا، بصي بقى يا ستي، انا عايز بنتك ونفسي قوي اجرب واحده لسه يعني ما اتجوزتش ولا عملت حاجه خالص. بجد الكلام ده اللي انا بقوله لكم زي الافلام اللي احنا بنتفرج عليها، في الحقيقه حاجات اغرب كمان من الافلام اللي انا بحكي لكم عليه ده، هو اللي حصل لي. كنت بتفرج عليه بجد في المسلسلات وببقى مستغرباه ان انا دلوقتي عشته وعصرته ولقيت نفسي مش عارفه اعمل ايه. وهو بيعرض عليا العرض ده قال لي بصي ما تسوقيش بقى الشرف عليا. قلت له والله بنتي ملهاش علاقة خالص بالكلام ده. قال لي تمام، بس اكيد انت تقدري تخليها ليها علاقة بالكلام ده، انا عمري ما هعرف اقع على واحدة كده. وبقولك اهو اغلب الناس اللي بتشتغل في الشغل ده بيبقى حاصل لها مشاكل ووقعت في دروب في حياتها، وما بتبقاش واحدة كده كويسة وجات لا، بيبقى حاصل ظروف اللي هي خلاها تروح للطريق ده، وبتحاول ان هي تعدل الدنيا مع نفسها، لا ده حياتها بتبوظ اكتر. فالواحدة كأنها بتعاقب نفسها، يعني زي اللي حصل لي كده بالظبط. قلت له يعني انت عايز ايه؟
قال لي بصي انا هعرض عليكي بقى عرض اكبر من العرض الاولاني، طالما الفلوس بتيجي معاكي سكة، انت طبعا الشقة اللي انت قاعدة فيها دي ايجار، ولو انا ما بقتش موجود انت هتبقي في الشارع. قلت له من عارفة الكلام ده. قال لي طيب يا ستي، انا هشتري لك الشقة بعقد تمليك وباسمك وموثق كمان، وكل حاجة اللي انت عايزاه كله هديهولك، بس خليلي الشقة ديت بتاعتي، اجي الاقيكم انتوا الاتنين جاهزين لي. وطلب مني ان انا اميل دماغ بنتي باي شكل من الاشكال. قعدت افكر مع نفسي بعد ما قلت له سيب لي يومين ومش عارفه هجيبها لها ازاي، بنتي ما تعرفش اي حاجه عني. والشيطان قعد يقول لي دي فرصه واستغليها، الراجل ده فعلا لو مات ولا جراله اي حاجه انت هتبقي فين؟ هتبقي في الشارع، مش هيبقى في اي حاجه تعمليها ولا اي حته تروحيها. ولو اشتغلت تاني في المكان اللي انا كنت فيه مش هعرف اجيب الايجار والمصاريف اللي انا بجيبها دي، وانا عايزه افضل زي ما انا كده. ومن هنا فكرت ولقيت نفسي وافقت وكلمته في التليفون وقلت له ان انا موافقه، بس الاول تجيب لي عقد الشقه. قال لي لا، انت عارفه ان انا مش هضحك عليكي، وزي ما عملت اللي فات ده هقدر اعمل ده برضه، بس انا مش ضامنك، ممكن بعد ما اشتريها تضحكي عليا. طبعا لو قلتلك هفضحك ولا اعمل فيكي حاجة مش هيشغلك، الشقة هتبقى باسمك وانا محدش يعرفك هنا، يعني علشان تخافي على نفسك ولا حاجة، وهو ما يعرفش عني اي تفاصيل انا من انهي بلد او كده علشان يهددني باي شيء. فقلت له طيب وبعدين؟ قال لي انت بس نفذي وملكيش دعوة في الفترة اللي انا اشتغلت فيها في الحاجات دي، علشان تبقوا عارفين كنت بشرب اي حاجة، مخدرات، برشام ابيض احمر، كل انواع البرشام، واي شيء مكيف يخلي الواحد ما يحسش بنفسه كنت بعملها ساعتها. فكرت في فكرة بالنسبة لي وقتها كانت جهنمية، ابتديت اعود بنتي على الشرب ده. في خلال 3 ايام انادي عليها واقعد معاها وتقولي ايه ده يا ماما اللي انت بتشربيه، اقول لها دي حاجة هتخلي مزاجك حلو قوي، احط لها برشامة واقول لها اشربي العصير ده في مع البرشامة يعني، واقول لها ده هيخلي مزاجك حلو. وفي خلال اليومين دول خليت بنتي مهيئة تماما ان هي ما هياش حاسة اصلا ولا واعية. بعدين كلمته في التليفون وقلت له انا مستعدة، بس انت هتيجي على اساس ان انت هتقعد معانا قعدة عادية، يعني ما تدخلش تتكلم في شيء. قال لي تمام. قلت له جهز بقى حبة الحاجات وانت جاي، هو فاهم قصدي وهو جاي، يعني جايب معاه كل الحاجات اللي بتتشرب في الحاجات اللي شبه كده. اول ما دخل سلمت عليه وقلت لها اقعدي شوية يا حبيبتي مع الضيف، ودخلت جوه علشان اظبط القعدة والاكل وكل حاجة. طلعت طبعا ولقيتهم قاعدين مية مية، هو عمال يهزر ويضحك وكان بيشرب وقتها حاجات مكيفات، وطبعا بنتي كمان شربت معاه، وقعدنا احنا التلاتة نشرب ونضحك ونهزر. وكان كل همي ان بنتي ما تبقاش حاسة بحاجة وتبقى تايهة، علشان انا ما كنتش عارفة اصلا افتح لها سكة في الكلام ده ازاي، لحد ما حصل اللي حصل وخلاص. كانت تقريبا هي مش مركزة بأي حاجة ولا أي حد كان هيعمل معاها حاجة وقتها كانت هتتجاوب، لأن هي أصلا مش حاسة ولا مدركة بشيء. وغصب عني عملت كده في بنتي حبيبتي، خليتها تخسر شرفها بمنتهى البساطة علشان أأمن مستقبلها ومستقبلي، ما كانش عندي أي بديل تاني. وساعتها فعلا قلعتها هدومها واديتها له بإيديا لأوضة النوم. قعدت برا كنت تايهة، بس في نفس الوقت كنت حاسة بألم ووجع على الموقف اللي أنا كنت فيه رغم المخدرات اللي أنا كنت شارباها، وإن أنا معمية، بس كان جوايا واجعني. كنت قاعدة بكلم نفسي وأقول لها سامحيني يا حبيبتي، كان نفسي إن أنا أخليها تبقى أحسن مني، بس أنا معرفتش، خلاص رجلنا غرزت في الوحل ومش هنقدر إن احنا نخرج من الوحل ده أبدا. ومشي الصبح بعد ما سابلي مبلغ محترم جدا، ووعدني ان هو هيعمل الاجراءات بتاعة الشقة. وفعلا في ظرف اسبوع كان معايا العقد الازرق اللي فيه الشقة خلاص بقت باسمي وكل حاجة كانت متوثقة. بس طبعا بنتي لما صحيت تاني يوم قبل ما اخد العقد
كذا يوم كده. يوميها لقيتها مش مركزة قوي وما كانتش فاهمة اللي جرالها. قعدت معاها وقلت لها بصي يا بنتي، عايزاكي ما تزعليش مني، كان نفسي يبقى ليكي احسن مني بكتير، بس احنا ظروفنا يا بنتي كده. انا ما كانش عندي فرصة ان انا امن لك شقة ولا عفش ولا اي حاجة من دي، ودي الطريقة الوحيدة. قالت لي قصدك ايه يا ماما؟ قلت لها قصدي ان احنا هنشتغل الشغل ده، ما عندناش مجال تاني ان احنا نكسب منه، وما عنديش فرصة تانية اجيب لك منها كل الفلوس دي. بمنتهى البساطة والسهولة، جسمنا هو راس مالنا وراس مالنا الوحيد، وبالطريقة دي انا وانتي هنعيش ملوك. كل اللي طالباه منك ان لما يجي البيت عامليه كويس جدا، وتعرفي ان انتي خلاص بقيتي زيك زيه. قالت لي اللي تشوفيه يا ماما، انا كمان مش فارق معايا حاجة خلاص بعد اللي حصل ده. قلت لها انتي مش زعلانة مني؟ قالت لي مفيش وقت للوم وللعتاب، انا فاهمة اللي انتي عملتيه ده كان غصب عنك، لان كان باين عليا الزعل جدا، بس طبعا ده مش تبرير ابدا للي انا عملته. اتعودت بنتي على الطريقة دي وعلى العيشة دي، كنا بنصرف من غير حساب وبنجيب كل اللي نفسنا فيه، ووقت ما البيه كلمنا نجهز نفسنا احنا الاتنين ونقعد نهزر ونضحك ونشرب علشان ما نحسش بحاجة. لحد ما مرة على مرة لقيته بيقولي ان هو مدوخ نفسي وراكم انتوا الاتنين. لحد مرة على مرة لقيته بيقولي هو انا مدوخ نفسي وراكم انتوا الاتنين ليه؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ادخل لها وادخلك، تعالي نجرب كده نعمل ليلة مع بعض وننبسط كلنا سوا زي يعني الحاجات اللي نتفرج عليها دي. ساعتها مش عايزة اقول لكم بقى، ما هو الموضوع اصلا كان بالنسبة لي خلاص ما كانش هيفرق كتير، وابتدينا ان احنا نمارس العلاقة والرذيلة دي واحنا كلنا مع بعض مرة واحدة في سرير واحد وأوضة واحدة. وطبعا الموضوع ده استهواه جدا، بقى بيحس بالإثارة أكتر يعني، وبقى بيبقى مبسوط، وأي حاجة شاذة بتعجب الناس الغلط، واحنا كنا غلط وشمال، والحاجة دي كانت شاذة، علشان كده أي حاجة شاذة وغير مألوفة بيحاول إن هو يجربها معانا. ما احنا بقى ناس جايين بالفلوس. أي نعم الموضوع ده كان بيجرح قوي، بس احنا كنا بنكسب فلوس كويسة قوي، وهو ما كانش مخلينا عايزين حاجة. بعد فترة من الوقت حسيت ان انا قلقانة ومش مطمنة. قلت اي نعم احنا عايشين كويس قوي، بس مش شايلين فلوس على جنب. طب الراجل اللي بيجي ده ومغرقنا فلوس لو حصل له اي حاجة هيبقى عندي الشقة بس، مش هعرف أأمن مستقبلنا. ساعتها قعدت اتكلم مع بنتي، ولان هي فاهمة عني لقيتها بتقولي بص يا ماما، احنا ممكن نعمل صفحة. وكانت بتشوف حاجات من دي كتير على النت، صفحات كتير وبنات بتخش في التعليقات اللي عليها مثلا بوست عليه تفاعل كتير، يدخلوا في التعليقات ويكتبوا مثلا اي حاجة علشان الرجالة تخش لهم وكده. فقالت لي انا هعمل كمان صفحة من دي، وعملت صفحة وبدأت ان هي تمسكها وتنزل صور وتنزل بوستات وحاجات علشان تلم التفاعلات، وتعمل زي ما كانت بتشوف الصفحات دي زي ما كانوا بيعملوا علشان تلم شباب. بس انا ساعتها قلت لها انا بقى عندي خطة احلى من خطتك، اعملي الجروب ده واشتغلي زي ما انتي بتقولي، بس انا عايزاكي تجيبي الرجالة اللي معاها فلوس اللي متريشة اللي هنقدر نستفاد من وراهم، لكن الكحيانين دول هنعمل بهم ايه؟ يعني انا عايزة ناس في نفس مستوى البيه اللي كان بيجيلنا ده، ناس تعرفي تاخدي منهم قرشين مجمدين. ولقيتها عايزة تكتب مثلا ان الوقت بكذا والساعة بكذا. قلت لها لا يا حبيبتي ما تشغليش بالك بالموضوع ده، اعملي بس اللي انا بقولك عليه. ونقلنا الناس المتريشة اللي تيجي شايلة محملة، اعملي بس اللي انا بقولك عليه. ونقلنا الناس المتريشة اللي تيجي شايلة ومحملة. قالت لي خلاص ماشي. مسكت هي الصفحة وكانت مهتمية بيها قوي، وبتنزل شغل عليها ومع الوقت بقى ابتدت فعلا ان هي توقع شباب. بس ما كناش بنسمح لأي حد يجيلنا غير لما بنتي تقعد تتكلم معاه يوم واتنين وتلاتة.
تبقى عارفة هو بيشتغل ايه واهله منين وبيعملوا ايه وبيكسبوا ولا لأ. وطبعا كان اغلبيتهم اللي هم متريشين، لكن الناس الكحيانة ما كانتش بتركز معاهم، كانت بتعمل لهم بلوك على طول وما تخشش ترد عليهم. ما كانوش بيشغلونا في حاجة. بعد ما كانت بتعرف عنهم كل حاجة، كان اللي بيطلب منها ميعاد بتظبط له علشان مواعيد البيت، لاني ما كنتش ينفع اخسره ابدا مهما كان، لان هو برضو الاساس في كل حاجة. وما كنتش عايزاه يبعد عننا، لان هو كان عليه دور كبير قوي، وكنت معتمدة في الفلوس اللي انا هاخدها من الرجالة التانية ديت ان انا هحوشها، بس يعني مش عايزة اصرف على نفسي منهم. خلاص بقى ظبطنا امورنا ورتبنا حياتنا وجبنا كمية مخدرات وحاجات خليناها في البيت كتير جدا جدا جدا. جبنا الاسطوانات وسيديهات علشان اقول لكم ان انا فكرت في ايه ساعتها. وبعد كده جالنا اول شاب وبعد كده جالنا اول شاب ده جه، كان متريش ومعاه فلوس كتير. خدنا منه ميعاد واحنا ادينا له ميعاد بعيد عن مواعيد البيت خالص. وفعلا جبت ميك اب ماركات عالية قوي من اللي هو الثابت اللي ما بيطلعش، وابتديت اتزين انا وبنتي بطريقة تخلي شكلنا مش معروف قوي، يعني نلعب في ملامحنا بالمكياج والكونتور والحاجات دي، واللي بيجي بنخيره. بعد كده هو عاجبه مين فينا. بعد كده في الأوضة اللي كنت مخلياها كلها عبارة عن كاميرات مزروعة صغيرة جدا، كلفت نفسي حاجات كتير قوي علشان أعمل الخطة دي زي ما رسمتها في دماغي، لأن ده اللي كان هيخلينا يبقى معانا فلوس كتير قوي. وساعتها حسيت إن أنا بقيت طماعة، يعني الموضوع ما بقاش مصاريف بس زي الأول. كنت بس نفسي في أوضة في 4 حيطان، نفسي بس أعرف أكل وأشرب وألبس. لأ، الموضوع عندي بقى مختلف تماما، ومبقتش بفكر في أي حاجة في الدنيا غير في الفلوس وفي الشهوة وفي الشرب وفي الحاجات الغلط اللي أنا ماشية فيها. لما عملت الكاميرات دي كان كل هدفي إن احنا نصور الشخص اللي معانا، وبعد ما نصور وأكتر ما نصور نفسنا يعني. فهمت بنتي ازاي تتعامل وازاي تعمل أوضاع بطريقة إن احنا نخليهم اللي يبقوا باينين هم أكتر مننا، وما يشغلناش جسمنا يبان، بس اهم حاجة وشنا. وكل ده ليه؟ كل ده علشان لما اتصل عليهم بعد ما يمشوا ابتزهم، وكلهم ولاد ناس وناس معروفة تقال، وهيخافوا على سمعتهم وسمعة اهاليهم. علشان كده كنت عايزاهم ولاد ناس واغنياء، مش هيبقوا عايزين حد يعرف عنهم الحاجات اللي هم بيعملوها في الدرة. وطبعا مش حابين اهاليهم تتفاجئ بيهم وبفضايحهم وباللي هم بيعملوه. وبنتي كانت بتتكلم معاهم ومتواصلة معاهم ببساطة. بعد ما يمشوا بيوم واتنين بروح ببعت لهم الفيديوهات واقول لهم ادخلوا اتفرجوا، واول ما يشوف الشاب منهم الفيديو بيتصدم وبيخاف وبيقعد يكلمني ويستنجد بيا ويقول لي حرام عليكي، انا جيتلك وانا مفيش في دماغي حاجة، انت بتعملي ليه كده؟ اقول له والله ده شغلي، وانا هضطر ان انا هبيعه، ومعروض عليا فيه كذا، ويا تدفع انت يا يدفعوا هما. طبعا بيخافوا على سمعتهم وسمعة اهاليهم، وبيدفعوا فيها فلوس، وفلوس اللي كنت باخدها بالنسبة لي انا كنت ياما، بس بالنسبة لهم هما ولا حاجة. بالنسبة لهم عندهم منها كتير، فمش حاسين. وده خلاني اتشجع اكتر، وكل مرة كنت بطمع اكتر واسجل اكتر، لحد بقى عندي سيديهات وممرهات كتير جدا، عبارة كلها عن اباحيات بالشكل ده. مكنتش عارفة ان انا بجمع الحاجات اللي هتضيعني انا شخصيا. كل مرة كان بيجي البيه فيها كنت بقضي معاه، لان انا مفيش اي حاجة، وهو يمشي من هنا واحنا نشتغل من هنا. عملنا كده مع شباب كتير قوي، وكلهم كانوا بيجيبوا لنا فلوس بمنتهى البساطة والسهولة. وزي ما قلت لكم دي حاجة يعني تشجعني ان انا اطمع فيهم اكتر. الناس مش حاسين بقيمة القرش، واللي زيي مش لاقيين. بدأت اتناسى اللي انا بعمله ده غلط وحرام، ومش شاغلة بالي خالص بالنقطة دي، ولا كانت بتيجي في بالي، وحاسة ان انا بقيت عندي الشراسة والشراهة في الموضوع ده.
لحد ما حصلت حاجة قطمت وسطي، وهي شاب منهم قعد يرسم عليا ويحسسني ان انا وبنتي ان ده اللي هيجيب لنا بقى ايه، الدين من ديله، وان ده مفيش ولا واحدة ولا واحد عندنا كان غني زي قعد يرسم نفسه. وابو لمعة طلع محلتهوش اللضا، وده عرفته بعدين بعد ما خلاص بقى عرفنا بقى عنه ان هو متريش قوي. قلت لبنتي بس ده ما تسيبوهوش، ده مش هنمسك عليه فيديو واحد، ده هنمسك عليه فيديوهين علشان ناخد منه مبلغ محترم. وجي كالعادة، وبعد ما هو اختار بنتي بعد ما طلع قلت له لا انا كمان عايزة اقضي يوم معاك، وصرفت على الولد ده مصاريف وجبت له حاجات كتير، وما كانش في دماغي ان احنا بقى بنصرف، ان احنا ما بناخدش فلوس غير بعدها. ولما اتصلت عليه علشان خاطر اقول له بقى على الفيديوهات انفعل وزعق وانهار، وبعدين قال لي اديني مهلة يومين وانا هجيبلك الفلوس. وقلت له خلاص، قلت له منين ما تجيب الفلوس، وانا كنت مطمنة قوي لان احنا خلاص اعتدت اعمل كده، وكلهم كانوا فعلا بيجيبوا الفلوس ان شاء الله بعد كام يوم، بس بيجيبوها محدش نهائي ما جابش الفلوس الا ده. بعد كام يوم، وفي يوم كان البيع عندي، وكنت انا وهو وبنتي وشاربين ومدروخين، ولقيت الباب بيخبط. الباب اتخلع بتاع الشقة، واتفاجئت بالمباحث موجودة عندي في قلب الشقة بتاعتي وفي أوضة النوم. لفونا كلنا في الملاية وخدونا ومشينا، وهناك عرفت ان الولد ده محوش اللضا، وان لانه هو عنده الدنيا كده كده خربانة محبش ان هو يسيبني كده، حب يأدبني. راح واعترف على نفسه ان هو اتعرف علينا من على طريق النت، وقال لهم كل حاجة عننا وان احنا عملنا ايه بالظبط، وكمان مكان شقتنا فين وبنعمل ايه، وكل حاجة بقت في ايد الحكومة. وعشان كده الحكومة ما تعبتش كتير، جابوا بعضهم وجم كسروا باب الشقة علينا. وبالصدفة وعلى بخت الراجل بتاعنا كان معانا في اليوم ده، يعني ما كناش لوحدنا. وفتشوا الشقة وقلبوها فوقاني تحتاني، وطلعوا منها كل السيديهات والممريهات والبرشام والمخدرات وكل الحاجات اللي كانت موجودة في الشقة دي. والحاجات اللي هم لقوها دي مش عارفة بقى بسببها هنتحبس قد ولا هيكون عقوبتها ايه. ضعت وضيعت بنتي وما كسبتش اي حاجة بعد ما جمعت فلوس قد دماغي كلها، اهو مرمية، واكيد النيابة يعني هتاخدها مني لان هم عارفين هي جاية بطريقة غير مشروعة. يعني انا تعبت وشقيت، والحكومة هي اللي هتاخد الفلوس. هترجع بقى للشباب ولا مش هترجع، ايه اللي هيحصل بالظبط فيا وفي بنتي مش عارفة، بس مخي وداني فين وانا رحت لفين، وكنت راسمة ان انا هبقى فوق الفلوس دي كلها، وان انا هيبقى معايا الملايين دي وهتغرق بقى في الفلوس والنعيم، وايه مش فاكرة خالص ان ممكن حاجة شبه كده تحصل لي، ولا جه في بالي ابدا. بس زي ما بيقولوا ان ربنا رفع ستره، ولما ربنا بيرفع الستر بيبقى عارف ان البني ادم ده خلاص مستحيل يتراجع، وان انا كنت غرقانة في الوحل، وكنت حاسة فعلا ان انا عمري ما هتراجع، لان عمري ما فكرت اصلا، معرفش اللي ربنا عمله فيا ده عقاب ولا انذار علشان اتراجع، واعرف ان ربنا حق، واحسب حساباتي بطريقة تانية ومختلفة. وهل انا دلوقتي لو تبت وندمت ورجعت عن كل اللي انا عملته ده ربنا هيسامحني؟ انا دلوقتي عارفة قد ايه ان الفلوس دي ملهاش قيمة، وان الواحد يعيش بشرف اكرم له 1000 مرة من اللي هو بيعمله ده، وان الضنا اغلى حاجة في الدنيا، وان معرفتش يعني ايه معنى الضنا، يعني ايه شرف اللي انا اصلا خدته منها غصب عني. وبكده بنكون وصلت معاكم لنهاية قصة النهاردة، وبتمنى من كل قلبي قصتنا تكون عجبتكم، ولو كملتوا معايا القصة لحد هنا ما تنسوش تشاركوني برأيكم في التعليقات لأنه أكيد بيهمني. اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وياريت لو تعملوا شير لأصحابكم وحبايبكم علشان هم كمان يتابعوا معانا قصة النهاردة.